كب كنافة أو كبات الكنافة حلو سهل وبسيط، ما بياخدش وقت خالص في التحضير، وكمان حضرته بحشوة كريمية تحفة. تقدروا طبعا تعملوه بالحشوة اللي تحبوها، بس لو جربتوا الحشوة دي هتعجبكم جدا، سكرها مظبوط وسهلة وبسيطة. في الأول هنحضر الحشو. معايا كوبايتين من الحليب البارد، هضيف عليهم باكت واحد من بودرة الكريم كراميل، وكمان معلقة واحدة من السكر، ومعلقتين كبار من الكاسترد. لو الكاسترد مش متوفر تقدروا تستبدلوه بالنشا. هقلب الكاسترد والسكر وبودرة الكريم كراميل كويس مع الحليب. بعد ما اتأكد ان هما دابوا كويس هرفعهم على النار مع التقليب المستمر لحد ما يبدأ قوامهم يتقل ويلف معايا كده. هسيبه يهدى شوية وهغطي الوش بتاعه بكيس كيس تلاجة عادي علشان بس ما ينشفش. معايا هنا نص كيلو من الكنافة، كانت في الفريزر، طلعتها فركتها بايدي، بتكون سهلة قوي ان هي تتفرك بسهولة لما بتكون مجمدة. ضفت عليها 3 معالق كبار من السكر البودرة وقلبتهم كويس جدا مع الكنافة. بعد كده هضيف عليها نص كوباية من السمنة، سمنة سايحة وسخنة. لما بتكون السمنة سخنة الكنافة بتتشربها أفضل. ضفتها على الكنافة وهبتدي أفركها كده وأقلبها كويس مع الكنافة لحد ما الكنافة تتشرب كل السمنة، واضغط عليها نوصل للمرحلة دي. بضغط عليها يعني بتكون متماسكة معايا كده مظبوطة. هجيب دلوقتي قالب الكب كيك، لو مش متوفر تقدروا تعملوها في بولات صغيرة، في طواجن صغيرة زي بتاعة الزبادي والرز بلبن، اي حاجة. بس لو هتعملوها في بولات اهم حاجة ان هي تكون بتدخل الفرن وبتتحمل الحرارة. هدهن قالب الكب كيك بسمنة مسيحاها، هدهنه كده بالفرشة من كل الجوانب، وهاخد شوية من الكب كيك وابتدي اسكنهم جوه فتحات الكب كيك دي. هضغط كويس جدا على القاعدة والجوانب، وهسيبها من النص مفرغة علشان الحشو. وقبل ما ابدأ تشكيل الكنافة سخنت الفرن على درجة حرارة 220 من تحت بس. لازم يسخن كويس جدا قبل ما ندخل الكنافة بتاعتنا، وكمان لو في مروحة بيكون حلو قوي، ما تاخدش فعلا 10 دقايق. الطريقة دي سريعة جدا للكنافة وبتساعد على التسوية بسرعة. هعمل كله بنفس الطريقة، اتأكد ان انا ضغطت على القاعدة والجوانب كويس جدا زي ما بنعمل صينية الكنافة بالظبط، وبنضغط على القاعدة بتاعتها كويس علشان تقدر تشيل الحشو وتكون متماسكة كده. هنعمل كده بالظبط مع الكبات دي. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اخلص كل الكمية. هنا ما شاء الله الكنافة هتعمل معايا قالب الكب كيك كله، يعني 12 قطعة، وكمان هيتبقى معايا شوية هعمل بيهم 2 قالب فخار من بتاع الزبادي، بولات فخار يعني. بعد كده هبتدي اضيف الحشو، مش هنكتر الحشو، هضيف معلقة واحدة بس، وكمان مش مليانة قوي علشان لما نضيف الكنافة على الوش الحشو ما يبقاش عالي زيادة. بعد ما املاها بالحشو هخبطها كده خبطتين علشان يتوزع كويس، ما نضغطش عليه خالص بالمعلقة. والكنافة هبتدي اوزعها على الوش كده على كل واحدة، واسكنها من الجوانب كده بصوابعي، بس بالراحة خالص، ما نضغطش قوي، يعني يدوب بس نساعد ان الكنافة تكون متماسكة مش اكتر من كده. ما نضغطش زيادة علشان الحشو ما يخرجش ويكون شكلها مش حلو. هبتدي اغطي كل الحشو بالكنافة بنفس الطريقة. بعد ما خلصت مهم جدا بقى ان احنا ننظف حواف الصينية والاماكن دي كويس جدا ما بين كبات الكنافة عشان ما تتحرقش. هدخلها الفرن على درجة حرارة 220 رف اوسط لحد ما تاخد لون من الجوانب، ممكن تاخد لون من على الوش يعني خفيف شوية. بس هنا انا فتحت الشواية حمرتها بس تحميرة بسيطة، اديتها لون بسيط. وكمان الاتنين القالب الفخار اللي قلت لكم عليهم اهو، بولات الزبادي برضو عملتهم بنفس الطريقة. شايفين بقى بتطلع بسهولة ازاي؟ بسلكها بس كده من الجوانب وبتخرج معايا بسهولة. ودول القالبين تحفة، مفيش اسرع من كده حلو ممكن تعملوه. والشربات كان جاهز عندي في التلاجة، شربات كنافة تقيل، عبارة عن كوبايتين سكر عليهم كوباية من المية وعصرة ليمون او شريحتين من الليمون، ورفعتهم على النار لحد ما يغلوا. نسيب الشربات يغلى على النار حوالي 7 دقايق بيكون جاهز معانا. وبس يبقى بقى الكنافة وهي سخنة كده والشربات يكون بارد. تقدروا بقى تزينوها بجوز هند، اي نوع مكسرات مجروشة عندكم. شايفين بقى هنا كانت سخنة كمان والحشوة كريمية بزيادة تحفة. شايفين الجمال؟ مفيش احلى من كده. طبعا تقدروا تتحكموا في السكر بتاعها عن طريق اضافة الشربات زي ما تحبوا.
تكتروا او تقللوا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش لايك وشير ومتابعة للصفحة، والسلام عليكم ورحمة الله.